دي جابزة دي لبقة حابز دي دشة زربل دريبوش خنو جي شخش عبد الهادي أدغجة تخين يجن ديس تقيتشتش شخي دقمة قوابة شخم الله وجه أوج أوج وجه أوج كلم يتصجأت بلان. أعزائي الطلاب، نبدأ اليوم بدرس جديد مع حرف جديد. عم بيحطوا كل حرف بدرس كامل لهالحرف مشان يفرجونا كيف نستعمل هالحرف مع حروف العلة ومع بقية الكلام، في أول الكلمة، في منتصف الكلمة، في آخر الكلمة. حرف النون باللغة الشركسية مثل حرف الاتش بالإنجليزي، له شكلين من الكتابة، الشكل المطبعي والكتابي. المطبعي كمان حرفين، حرف كبير وحرف صغير، والكتابة أيضا حرف صغير وحرف كبير. إذن النون مثل النون باللغة العربية ما له أي إضافات من حيث اللفظ، مثل النون باللغة الإنجليزية أيضا من حيث اللفظ ما في أي إضافات. بنشوف على اليمين من الأعلى عندما تتصل حروف العلة مع حرف النون شو بيعملوا؟ كيف بتلتفظ؟ كل حرف عم بيحاولوا يوصلوا بحروف العلة، حروف المد مشان يفرجونا كيف هالحرف بصير مع حرف المد. طبعا مثل اللغة العربية بالضبط، الآ بصير مد، والإي بصير كسرة كمان ياء مد. هون في حرف نون ألف بصير نا. نون ألف نا. نون زائد ألف باللغة الشركسية وبالعربي بصير نا. النون، أما النون مع الفتحة، النون مع الفتحة بصير ن. مثل النون باللغة العربية فوق فتحة بصير ن، كمان هون نفس الشيء. ن باللغة الشركسية بيعطي معنى حرف العين، عين البني آدم ن، وعين الماء أيضا ن. إذن ن عين، نون فتحة بصير ن، نون فتحة بصير ن. بعدين في عنا النون مع الكسرة مثل اللغة العربية، أي حرف نون منفرد حط تحت كسرة بصير ن. وكمان نفس الشيء باللغة الشركسية، نون كسرة ن معناته ن. لاحظوا أنه الن عين والن يعني الأم شبهوها بالعين، لأنه النه بيجي أحيانا كمان بمعنى عين، عين بني آدم. بعدين بيجي حرف النون مع حرف الواو، حرف الواو نون وحرف الواو بصير نو. ان واو بصير نو، ايضا مثل اللغة العربية نو ما إلى معنى. بعدين في حرف النون لما بتضيف له ياء المكسورة بصير ني مثل العربي بالضبط، نون وياء بصير ني، نون وياء بصير ني ما إله معنى أيضا، بيجي في تراكيب الكلام. بعدين معنى حرف النون مع حرف العلة حرف العلة نه ما إله معنى، بس عم بيفرجونا أنه
كيف بصير اللفظ حرف النون مع الواو المفتوحة نو. إذن حروف العلة مع حرف النون قلنا نا ن ن نو ني نو. نجي على اليسار في كلمات. هلأ فتنا بالكلمات الصغيرة القصيرة، يعني إذا بتديروا بالكم كتير كتير كويس. نحن عنا نتجنب الكلمات الطويلة الموجودة بالمربعات، معنا نكتبهم ما بدنا نلبكهم فين. هلأ نحن بالكلمات القصيرة، الكلمات القصيرة حرفين ثلاثة أو 4 أحيانا. أول حرف نان. نان للنداء. أنت بتقول مثلا يا أمي، نحن بالتشركس بيقولوا نان 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 يا أمي، نان يا أمي. إذا نان اسم نان للنداء. نان للنداء نان. اللي تحته نانا كمان نفس الهداك. نانا أو مثل ما بتقول عليها الضمتين نانا كمان أيوة. نانا نون ألف نون فتحة بصير نانا اللي بعده فيه حرف ن مر معنا ن إن عينه إن عينه. نحن أحيانا باللغة ينقري وتغ، ما بصير ينا. الياء هون حرف ملكي للأشياء، ما هو للعيون، يعني ما هو للعين. العين من أعضاء الجسم الإنسان، ملكيته بصير بالكسرة. إن عينه عينه. إذن الإن عينه. إن الإي الكسرة ضمير ملكية الشخص الثالث المفرد للأعضاء جسم الإنسان. نوى بعدين في كلمة بعدها نون كسرة واو فتحة. نوى عجوز. عجوز كبيرة بالسن بيقولوا له نوى عجوز. نون كسرة واو فتحة نوى عجوز. تحت كلمة الكلمة ونى بيت. واو ونون وفتحة بيت مر معكم. الكلمات الجديدة الموجودة بهون اكتبوها. الكلمات الجديدة اللي عم تمر معكم هون اكتبوها واجمعوها في دفتركم. نان نوى. بعدين نانا إن ونى. هون في عائلة يظهر بالصورة أولاد عم بيقدموا هدايا لأمهم، يمكن يعيد الأم أو شيء من هالنوع. هذا العائلة بالتشركسي مثل ما أخذنا وناغوة أسرة، وناغوة عائلة، وناغوة أسرة، وناغوة. بالصور هون فوق في صابون. الصابون بالتشركسي سابنة، يعني الصابون السابنة. هذا هيك اسمه صابن. في ناس في جماعة بيقولوا له صابن أو صابنة.
صابن صابون. بعدين تحته في خاتم، الخاتم بالتشركسي أثن، أثن، خاتم أثن. هدول لا تكتبون، هدول بس هيك للاستئناس مشان يعني طريقة اللفظ بس. هذول كلمات طويلة راح يمر معكم بالمستقبل لما بتفوتوا شوي بتتعمقوا باللغة. سابن، سابن، سابن صابون، أثن خاتم، غنج، غنج، غنج مرآة، غنج مرآة، غنج أو غنجة، غنج أو غنجة، مرآة، غنج مرآة. تحته في هلا فتنا بالجمل تقريبا، بالجمل تقريبا. هون عم بيقول نان، نان أي نداء للأم، نداء يا أمي ما خذي. شو بدها تاخذ؟ شوفي بالصورة، مأرس، مأرس، نان ما مأرس، أمي خذي تفاحة، مأرس تفاحة، مأرس تفاحة. طبعا كلمة مأرس لا تكتبوها، طويلة شوي لسه عليكم يعني، راح يمر معكم. بعد تحت في ما نان، هون نان ما، أمي خذي. تحت في خذي أمي، قغاغة، قغاغة وردة، يعني قغاغة وردة. ما نان قغاغة، خذي يا أمي الوردة، خذي يا أمي الوردة. هون جملتين تحت بعضهم، وعم بيسب الناس بيقول أمي خذي، والثاني عم بيقول خذي يا أمي. الفوقاني بيقول نان ما، وفي صورة تفاحة نان ما مأرس. عم بفرجوكم يعني كيف الجمل بدأ تتركب بالكلام هون بالدرس. نان ما مأرس، ما نان مأرس، ما نان مأرس. تحت بالصورة هون في دمية، نو هذول الكلمات بيستعملوهم للأطفال مشان للحماس للتحمس وكذا. إذا بنعيد الدرس. الدرس حرف النون له شكلين من الكتابة، مطبعي وكتابي. المطبعي كبير وصغير، والكتابة كبير وصغير. والنون بالتشركس مثل الاتش بالانجليزي بالضبط، يقوم مقام النون باللغة العربية تماما، وبالانجليزي ايضا تماما من حيث اللفظ. على اليمين فوق في كلمة، في الحرف النون عندما يتصل به حرف علة، حرف علة بصير ان وآ بصير نا، ان وآ بصير نا، ان وفتحة بصير ن، ان وفتحة بصير ن، ان وكسرة بصير ن، ان و بصير نو، انه وايه بصير ني، انه و بصير نوا. هنا الرسومات فوق مثلا سابن، أثن، غنج، سابن، أثن، غنج. هنا في أول جملة هلا بدكم تاخذوه أعزائي الطلاب. نان، نان ما، وصورة تفاحة. أمي خذي نان ما مأرس، أمي خذي تفاحة، أمي خذي التفاحة. وتحت جملة بعكسها تماما، ما نان خذي يا أمي قغاغة، خذي يا أمي وردة، خذي يا أمي وردة. أيضا في هون دمية فارس عم بيقول نونو، وكأنه عم بيحمس الحصان اللي راكبه. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى أيضا حرف جديد ودرس جديد، حرف السين. حرف السين باللغة الشركسية له شكل واحد، هو السي بالإنجليزي، ما يقابل السي بالإنجليزي الس، السين
ما في شكلين بالانجليزي مثل اس وسي، لا، هون في شكل واحد فقط، حرف السين س، وما بصير كاف، لا، بضل س. س معناته أنا ضمير الشخص المتكلم. س معناته آلة القطع هو السكين، وإله شغلات تانية. الس كمان إله شكلين من الكتابة، مطبعي وكتابي، مثل حرف السي بالإنجليزي بالضبط، كتابة ومطبعيا وكتابة. هنا على اليسار عم بفرجوك حرف السين إذا اتصل به حرف علة كيف بيلتفظ. سين وألف بصير سا، سا. سين وفتحة بصير س، س، س. أنا س. آلة قطع مثل السكين س، س. الضمير الدال على الأشخاص، علي أنا س، س. سقاغ، سدقشآغ، س. سو ما إله معنى واضح لحاله، ما إله معنى. سي، سي ضمير ملكي الشخص المتكلم للأشياء. سي شاسخر، سي قبسخر، سي تخلخر. وفي كلمة سو، سو سي سين مع واو فتحة بصير سو، سو. بيجي في سياق الكلام، ما له معنى واضح. إذن الاتصال لما الحروف العلة لما بيتصلوا مع حرف السين بصير سين ألف بصير سا، سين فتحة بصير س، سين كسرة بصير س، سين واو بصير سو، سين ياء بصير سي، والسين و بصير سو. على اليسار في كلمة سوس. سوس بنت، اسم بنت سوس، بيسموا البنات الشراكس البنات للدلع بيسموه سوس. تحته سوسة، سوسة معنى كمان يرد في نصف الكلام سوسة، كمان نفس السوس، ولكن هون بديج سوسة بنصف الكلام، بنصف الكلام، لأنه بده يكون له تابع. سوسة. بعدين تحته ساس، ساس، سين ألف س، ساس ما له معنى، اسم علم كمان مثل هذوليك. ساسة نفس الشيء كمان، اسم علم، اسم بنت ساس وساسة. إذن أسماء الأعلام للفتيات هدول سوس، سوسة، ساس، ساسة. بعدين بيجي وسا. وسا شعر، وسا شعر، وسا شعر. لازم تحفظوا هالكلمة هاي لأنه ضرورية جدا. وسا شعر، وسا شعر. وسم الشعر، اسم مفعول. وسم الميم لما بتصل مع الاسم بصير اسم مفعول. وسم، وسم الشعر، بحول الكلمة من نكرة إلى معرفة، من مجهول إلى معلوم. وسم، وسم. النص هنا تحت ساسة ونميس. ساسة ونم في البيت، يس جالسة. إذن الميم اتصل به صار اسم مفعول. اسم مفعول أو اسم مجرور، دائما بيجي الميم مع الأسماء، يا اسم مفعول يا اسم مجرور. ساسة ونميس. الترجمة الحرفية ساسة في البيت جالسة، بالبيت جالسة. يس معناته جالسة في البيت، يس جالسة في البيت، يس. ساسة ونميس. ساسة وسم، ساسة وسم
في مستطيل فارغ لازم الطالب يمليه على أساس أنه الطالب يعرف لغة، ما بيعرف قراءة وكتابة. شو بتكون؟ ساسة وسم يجا، ساسة وسم يجا. إذن هون بدكم تنتبهوا، ساسة ونميس، ساسة ونميس، ساسة وسم يجا، ساسة وسم يجا. يجا هذا ضمن المستطيل يجا. سوسي ونميس، سوس اسم علم، والياء بيجي معناته أيضا. سوس اسم بنت، سوسي بصير سوس أيضا. الياء هون بعد الاسم بيجي أيضا بمعنى أيضا. سوسي ونميس، سوس أيضا في البيت جالسة. الترجمة الحرفية هيك، كلمة كلمة، سوسي ونميس، سوس أيضا في البيت جالسة. الترجمة سوس أيضا، سوس جالسة في البيت أيضا بالترجمة العربية. سوسة، سوسة وسم مستطيل فارغ، سوسة وسم مستطيل فارغ، بدك تكتبه يجا. يجا، يجا معناته تقرأ. سوسة تقرأ الشعر، الشعر مفعول به منصوب. هون هيك جاي، سوسة اسم مفعول، سوسة وسم يجا، سوسة وسم يجا. مر هذه، مر هذه، مر ميم كسر ار، مر. مر م، مر م، م معناته تفاح، م تفاح بري. التفاح البري بيقولوا اللي بيعيش بالغابات لحاله بيقول م للشجر وللتفاح. اما التفاح اللي بيعيش اللي بيزرعوه بيقولوا مأرس، مأرس. مر م، هذه تفاحة أو هذا تفاح. مانعا م، خذي يا أمي تفاحة، خذي يا أمي تفاح أو تفاحة، م تفاح وتفاحة. ما خذي نان أمي م تفاحة. هون على اليمين في بعض حروف العلة. الحروف العلة بما أنه ضرورية جدا عم بيكرروها بكل درس. أ، أ، إي، أو، إي، و. منعيد أ، أ، إي، أو، إي، و. من عيد الدرس أعزائي الطلاب بسرعة. إذا بأول الكلام حرف السين. حرف السين مثل حرف السين بالإنجليزي بالضبط، ما له غير شكل واحد من حرف السين. له شكلين، كتابة، كتابة مطبعي ويدوي أو كتابي، في كبير وصغير. هون على اليمين بنشوف حرف السين إذا اتصل فيه، إذا عندما يتصل فيه حرف علة بصير س، سا، سا، سين ألف سا، سين فتحة س، س أنا أو آلة قطع سكين. س، س بصير ضمير شخص الدال على المتكلم، سكواق ستكاق إلى آخره. سو ما له معنى. سي ضمير ملكية، ضمير الشخص المتكلم للأشياء، ضمير ملك للأشياء. سي، سي تخلخر، سي تخلخر. سي تشغخر، سي خاتخر، سي قبسخر إلى آخره. صح ما له معنى. على اليسار في صورة مكتوب تحتها سوس. سوس اسم بنت، اسم دلع. هون في سوس وسوسة نفس الشيء، سوس أو سوسة نفس الشيء. اللي بعده في ساس، ساسة كمان نفس الشيء، اسم علم لبنت، اسم دلع. وسة بعدين بيجي وسة شعر، وسة شعر. وسم الشعر اسم مفعول.
الميم لما بيجي مع الاسم يا بيكون اسم مفعول يا اسم مجرور، اسم مفعول أو اسم مجرور. النص بيقول ساسة ونميس. ساسة في البيت جالسة، ساسة في البيت جالسة، ساسة جالسة في البيت، اسم المفعول يتقدم على الفعل بالشركسي. ساسة وسميجة، ساسة عم تقرأ الشعر. سوسي ونميس، سوس أيضا جالسة في البيت. سوسة وسميجة، سوسة كمان عم تقرأ الشعر. وسم هون اسم مفعول الشعر. بعدين هذا تفاح، هذا تفاح. ما نان خذي أمي تفاح، خذي يا أمي تفاح. حروف العلة على اليمين أ فتحة، إي كسرة، أو يي و. أعزائي الطلاب، هنا ننتهي من هذا الدرس. أرجو لكم أن تبدأوا بكتابة هذه الدروس. أما بالنسبة للكلمات هذه الدروس بس هلا روان هيك بهالشكل هذا. أنا بقول لكم إيمت بدكم تكتبوا الكلمات أساس. أتمنى لكم حظا موفقا في تعلم اللغة الشركسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.